السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من حكاية كيم. في الجزء اللي فات عرفنا قصة كيم وازاي رجع للحياة مرة تانية، وايقظ كيم قوته اخيرا وحصل على مهارة الافتراس وانتقم من باي هيوك اللي كان بيتنمر عليه، وراح بعدها المكان كارثة كسر البوابة اللي كان عارف انها هتحصل وقدر يمنعها. واستخدم كيم مهارة الافتراس في الحصول على مهارات اكتر وزيادة قوته. وبنكمل قصتنا، وبعد انتهاء فترة حظر السبع ايام بسبب حادثة كسر البوابة بترجع كل حاجة لطبيعتها، وبيكون كيم استغل السبع ايام في رفع قوته البدنية، وراح لبعض الزنازل السرية وصفاها عشان يجمع احجار المانا، واخد الاحجار اللي جمعها وراح لنقابة الكيميائيين عشان يبيعها. واتصدم الموظف اللي في النقابة لما شاف كم الاحجار اللي مع كيم، وقال له احنا مش هنعاملك كعميل مهم لكن كعميل بالغ الاهمية، فياريت تتكرم وتتعامل معانا. وبتكون رتبة ايقاظ كيم الحالية هي الرتبة سي، ومعاه 4 مهارات وهي الافتراس والتحجر والتخفي واخيرا الشلل. وبيبص كيم على رتبته في نافذة الحالة وبيقول انا لسه قدامي طريق طويل، لكني مع ذلك لسه مضطر اروح للمدرسة. وبيكون قاعد في الفصل بتاعه، وبيتفاجئ زملائه لما بيشوفوه، وبيقول واحد فيهم انا سمعت انه هزم باي هيوك واللي معاه، وبيستنتج انه حصل على ايقاظه اخيرا. فبيرد واحد تاني وبيقول لكن كيم كده وقع في ورطة كبيرة، وبيسأله الاول عن السبب، فبيقول له انت ازاي مش عارف. وبما ان الموضوع وصل للدرجة دي فلي جونج عمره ما هيعديها بالساهل. وفي اللحظة دي بيدخل كام شاب للفصل وبيزقوا اي حد في طريقهم، وبيقعد واحد فيهم قدام كيم وبيحط رجله على الترابيزة بتاعته. وبنعرف ان الشخص ده يبقى لي جونج ورتبة ايقاظه هي اس، ويبقى ابن الواحدة من العائلات الغنية جدا وزعيم المتنمرين، وهو اللي كان بيخلي باي هيوك يتنمر على كيم عشان ما حصلوش ايقاظ. وبيقول لي جونج لكيم انا ما شفتكش من زمان يا صاحبي. فبيضحك كيم وبيقول له بس انا ما بصاحبش عيال. وبتتغير ملامح كيم للغضب فجأة، وبيقول لي جونج امشي من قدامي حالا. وبيتضايق واحد من اللي مع لي جونج وبيقول لكيم الظاهر انك مش عارف انت بتتكلم مع مين. لكن لي جونج بيديله بظهر ايده على وشه فجأة وبيتففه اسنانه، وبيقف وبيقول له لما سيدك يتكلم انت تلزم الصمت. وبيقول لكيم انا عارف انك شامم نفسك بسبب هزيمتك لباي هيوك، لكن المفروض تاخد بالك من كلامك معايا برضه. وبيطلق لي جونج قوته المرعبة، وبيكون كيم حاسس بالضعف قدام السحر الخاص بمستيقظ من الرتبة اس، وبيقول في نفسه واضح انه مذهل فعلا، لكن هنشوف هيعمل ايه قدام مهارة الافتراس. وبيجهز كيم نفسه للهجوم، لكن في اللحظة دي بتدخل واحدة للفصل وبتطلب منهم يتوقفوا حالا، وبتروح عليهم وبيحاول رجالة لي جونج يوقفوها لكنهم ما بيقدروش عليها. ولما بيشوفها كيم بيعرف انها ليم يونج وبتقول له انت كمان لازم تتوقف. وبيقول كيم في نفسه ليم يونج تبقى رئيسة الفصل وبنت العائلة سرية واخت غير شقيقة ليون ومستيقظة من الرتبة اس وطالبة مثالية، بالاضافة لانها من سلالة نبيلة وهتكون لاعبة من تصنيف 2 اس في المستقبل، وبتمتلك القاب لا تحصى ومتوقع انها تكسب القاب اكتر كمان. ومشكلتها الوحيدة انها عنيدة ومش بتتراجع بسهولة. وبيرد لي جونج على ليم يونج وبيقول لها توقف ليه وانا ما بعملش حاجة اصلا، وكل الموضوع ان انا وكيم صاحبي بنتناقش مع بعض شوية. فبتقول له ليم يونج طب وبالنسبة للشخص اللي انت لسه مطبق له وشه حالا. فبيتضايق لي جونج وبيقول لها خلي بالك من كلامك معايا عشان ما تزعليش. فبتقول لي ليم يونج انا هستخدم القوة لو ما توقفتش، فيلا شوف انت رايح فين. وبيتوتر كيم لما بيلاقي الاتنين دول بدأوا يجمعوا قوتهم وناويين يتقاتلوا، لكن لي جونج بيقول لليم يونج انت معاك حق فعلا وانا هتوقف حالا، وبيغادر. لكنه بيلتفت فجأة وبيقول لها هو ده بقى اللي كنت متوقع ان اعمله. وبيجمع لي جونج قوته وبيكون على وشك توجيه هجومه ليها، لكن في اللحظة دي بيسمعوا صوت جرس وبيسمع الطلاب اعلان نادي الاذاعة، وبيتم اخبارهم ان جمعية اللاعبين بتنظم محاضرة خاصة في القاعة الرئيسية، وكل الطلاب لازم يتجهوا لهناك فورا. وبيتفاجئ لي جونج من وجود جمعية اللاعبين في المدرسة، وبتكون ليم يونج مستعدة لقتاله لكنه بيلغي هجومه، وبيقول لها احمدي ربنا ان حظك حلو وفلتت مني المرة دي. وبياخد الاتنين اللي معاه وبيتجه للقاعة الرئيسية، وبتلتفت ليم يونج لكيم وبتسأله اذا كان بخير، وبتقول له مفيش داعي تشكرني، لكنها بتتفاجئ لما بتلاقيه مش موجود. وبيكون كيم عند الباب وبيقول لها انت واقفة عندك كده ليه، يلا بينا على القاعة الرئيسية. وبتكون ليم يونج مبلمة في مكانها، فبيقول لها كيم طالما كده يبقى انا هسبقك على هناك، وبيغادر. وبتستغرب ليم يونج وبتتساءل اذا كانت دي طريقة كيم العادية في التعامل. وبيتجمع الطلاب في القاعة الرئيسية وبيستغربوا من دعوة جمعية اللاعبين ليهم، وبيتساءلوا اذا كانت المحاضرة هتكون عن حادثة كسر البوابة. وفي اللحظة دي بيطلع تاي مسؤول الموارد البشرية في جمعية اللاعبين وبيرحب بالطلاب، وبيقول لهم انا موجود هنا النهاردة لسببين، والاول هو للاعتذار عن عدم قدرة جمعية اللاعبين للتعامل بشكل سليم في حادثة كسر البوابة، والسبب التاني هو عشان اعرفكم بالتغيرات اللي حصلت في اختبار اللاعبين اللي مستقبل الجمعية هيكون بين ايديهم. وبيستغرب الطلاب لان سن التقدم للاختبار بيكون 19 سنة، وهم لسه عندهم 18 سنة، وبالتالي مش هيقدروا يقدموا غير السنة الجاية. وبيقول لهم تاي انا عارف ايه اللي بيدور في دماغكم وهجاوبكم عليه حالا. وفي الفترة الأخيرة
الأخيرة عدد الوحوش في الزنازين زاد بشكل كبير وحصلت الحادثة اللي أكيد سمعتوا عنها، وبسبب كده فجمعية اللاعبين أدركت إنها محتاجة الأعداد أكتر، وعشان كده بداية من اختبارات السنة دي هيتم السماح لطلاب الثانوية بالتقدم. وبيتفاجئ الطلاب لما بيعرفوا إنهم ممكن ينضموا لجمعية اللاعبين. وبيكمل تاي وبيقول إحنا هنختار الطلاب اللي هينضموا بناء على شوية عوامل، واللي بتشمل القدرة ونقاط التقييم والمعدل الدراسي والسلوك وغيرها. وبيكون الطلاب فرحانين جدا، وفي اللحظة دي بيبتسم كيم وبيقول كل الكلام ده كده. والاختبارات فعلا هتكون متاحة لطلاب الثانوية، لكن عملية الاختيار بدأت هنا، وده من خلال مهارة عين المراقب الخاصة بتاي. وبنعرف ان مهارة عين المراقب بتقدر تقيس قدرات الهدف وبتقيمها برقم معين، وكل ما زاد الرقم ده كل ما كان افضل. وبتسمح مهارة عين المراقب لمستخدمها برؤية نافذة الحالة الخاصة بالهدف كمان. وبيكون متوسط ارقام الطلاب اللي تاي شايفها حوالي 200. وبيقول في نفسه واضح ان الطلاب اللي هنا اقوى من باقي الاماكن اللي رحتها قبل كده، لكن الاتنين دول في مستوى مختلف عن الباقيين تماما. وبيكون تاي قصده على لي جونج اللي بيحصل على 1924 نقطة، وليم يونج اللي بتحصل على 2335 نقطة. وبيقول تاي في نفسه نقابة السفاحين بعتت بالفعل قائمة باسماء المرشحين الموصى بيهم، لكني مش مصدق اني لقيت كل العدد ده من المواهب ولازم اقدم تقرير اول ما ارجع. وفي اللحظة دي بيرفع لي جونج ايده وبيقول لتاي احنا هنا عشان تكلمنا عن اختبار اللاعبين، لكن انا شايف ان في هنا ناس مش مناسبين لحاجة زي كده. فبيستغرب تاي وبيقول له تقصد ايه بناس مش مناسبين؟ فبيقول له لي جونج انا قصدي ان اختبارات اللاعبين بتهدف لاختيار الموقظين اللي بيصلحوا يكونوا لاعبين، وعشان كده انا مش فاهم شخص غير مستيقظ قاعد هنا بيسمع المحاضرة ليه. واكيد طبعا القوة لوحدها مش هي الحاجة الوحيدة اللي لازم تكون متوفرة في اللاعب، وعشان تكون لاعب بيتم تقييم كل المهارات زي القدرة على التعامل في المواقف الصعبة او المعرفة الواسعة بالهاوية. لكن في النهاية كل حاجة بتكون مرتبطة بانك تكون مستيقظ في الاساس. اما بالنسبة لواحد غير مستيقظ فسماعه لمحاضرة زي دي هيخليه يعاني مش اكتر. وبيقول كيم في نفسه الظاهر ان لي جونج مستعد يعمل اي حاجة عشان يتأكد اذا كنت مستيقظ ولا لا. وبيضحك لي جونج وهو بيبص على كيم وبيقول في نفسه لو كنت مستيقظ فعلا وريني نفسك. وبتتضايق ليم يونج من تمادي لي جونج وبتصرخ فيه فجأة. فبيقول لها كيم وانت بتتدخلي ليه اصلا وانا ما طلبتش منك مساعدة؟ وبتتحرج ليم يونج وبتقول له احسن برضه لاني مش مهتمة بيك اصلا. وبيطلب لي جونج من تاي يخرج الناس اللي مش مؤهلين بره المحاضرة. فبيرد تاي عليه وبيقول له انا فاهم قصدك، لكن حضور المحاضرة من عدمه وراجع للطالب نفسه. وبيسخر لي جونج من كيم وبيقول له انت ازاي قاعد كده ومش مكسوف من نفسك، واكيد مش هتقدر تترشح وانت مش مستيقظ ولا انت شايف حاجة غير كده. وبيقول كيم في نفسه اكيد بدون ايقاظ عمري ما كنت هفكر حتى في دخول الاختبارات، لكن عشان يتم ترشيحي فانا مش مضطر اظهر نفسي حتى. وبيكون تاي متابع الموقف وبيراقب كل اللي بيحصل. وبيقول في نفسه حاجة مثيرة للشفقة ان لي جونج ده من الرتبة اس لكنه بيتنمر على زمايله. وبيبص على كيم وبيقول ان وفقا لبياناته في قسم الطلبة فلسه ما حصلوش ايقاظ. وبيستخدم تاي مهارة عين المراقب على كيم عشان يشوف تقييمه، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي انه فشل في تفعيلها. وفي اللحظة دي بيقول كيم للي جونج انت معاك حق فعلا وانا اللي ما فكرتش كويس، وحضور شخص غير مستيقظ ووضيع زي للمحاضرة دي هيجرح مشاعري فقط، وعشان كده انا همشي، اما انتوا فخليكم محبوسين هنا واستمتعوا بمحاضرتكم الفشيخة. وبيكون لي جونج متضايق من اهانة كيم ليه لكنه ما بيقدرش يعمل حاجة قدام تاي. وبيكون تاي مصدوم ومش مصدق ان مهارة عين المراقب الخاصة بيه مش شغالة على كيم. وبيقول في نفسه لكن حتى على الرئيس او السيدة يون عمر ما حاجة زي دي حصلت قبل كده، وما بيكونش عارف ازاي المهارة بتفشل وخصوصا على واحد زي كيم. وبيفضل تاي يكرر في استخدام المهارة على كيم اللي بيكون متجه للخارج، لكنه بيفشل برضه لحد ما بيتصدم لما بتنجح المهارة اخيرا. وبيظهر الرقم الخاص بكيم واللي بيكون 5096 نقطة. وبعد ما بيغادر كيم قاعة المحاضرات بيروح على المكتبة وبيفضل يقرا في الكتب الموجودة هناك عشان يدور على اي حاجة خاصة بالملك اللي منحه القوة، لكنه بيلاقي 3 داخلين عليه وبيقول عموما انا ما كانش عندي امل الاقي اي معلومات. وبيقول له واحد من ال3 تعالى معانا من غير شوشرة عشان لي جونج عايزك. وما بيهتمش كيم بكلامه وبيكمل قرايه في الكتاب وبيقول له هتعمل ايه لو رفضت اجي معاكم؟ فبيقول له الشخص ده ساعتها عمتك اللي عندها مطعم هتزعل. وبيتصدم كيم لما بيسمع سيرة عمته، فبيقول له تابع لي جونج سيدي اللي قال لي حذرك كده، فبلاش تخلي عمتك تتعب اكتر من ما هي تعبانه وتعالى معانا. وعموما ما تقلقش على عمتك لاننا هناخدك سواء برضاك او غصب عن. وقبل ما بيكمل كلامه بيديله كيم ضربه قويه بتدمر المكتبه، وبيمسكوا كيم من رقبته وبيرفعه في الهواء وما بيكونش قادر يتنفس، والاتنين اللي معاه بيكونوا مرميين على الارض وفاقدين وعيهم. وبيكون كيم غضبان جدا وبيقول له قول لي على مكان الوغد لي جونج ده حالا. وبيروح كيم لملعب السله وبيلاقي لي جونج مع سيول الحارس الخاص بتاعه، وبيستخدم سيول قدرته على كيم وبيساله لي جونج عن رايه. وبينبهر سيول بكيم اللي ما بيكونش قادر يستخدم قدرته عليه رغم انه حاول اكتر من مره. وبنعرف ان سيول لاعب من الرتبه A وكان بيحاول يستخدم مهاره اضعاف على كيم. وبيقول لي
جونج المهارة ملهاش اي تأثير وبمستوى المقاومة ده فرتبة ايقاظه هي ايه غالبا. فبيضحك لي جونج وبيقول انا كنت واثق انه ايقظ قوته. وبيقول لي جونج الكيم اللي بيكون واقف وما بيتكلمش ايه يا صاحبي انت هتفضل كده كتير، وانا عارف انك زعلان مني بسبب الكلام اللي قلته ليك لكني ما كنتش قاصد ازعلك، وفي الواقع انا عايز اضمك ليا لاني ناوي اعمل نقابة بعد ما اتخرج على طول، واكيد انت عارف مهما الواحد كان عبقري فمش هيقدر يعمل حاجة لوحده، وبالتالي فانا محتاج لناس موهوبين زيك يكونوا معايا، وعشان كده يا كيم انسى كل الاحقاد وانضم ليا وساعتها هتنال الثروة والشرف وتنقذ عائلتك البائسة. وبيخرج كيم عن صمته اخيرا وبيقول لي جونج اقفل بقك اللي بيطلع زبالة ده. لي جونج انت اتجاوزت حدودك معايا وانا دلوقتي هعرفك انا مين. وبيتفاجئ لي جونج من رد كيم وبيقول له انا كنت عارف برضو ان الكلاب لازم تتربى الاول. وبيستخدم سيول مهارة حاجز المانا واللي بتعزل اللي جواها عن الخارج. وبيقول لي جونج كده محدش هيحس بالقتال من بره، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقيهم بدأوا القتال بالفعل. وبيغطي كيم قبضته بالحجارة وبيقابله لي جونج بقبضة من اللهب، وبتتصادم ضرباتهم وبتسبب موجة طاقة عنيفة. وبيتألم كيم من قوة لي جونج اللي بتكسر الحجارة اللي على ايده. وفي اللحظة دي بيغطي لي جونج رجله باللهب وبيوجه ركلة قوية لكيم. وبيتلقى كيم ركلة لي جونج اللي بتسبب انفجار ضخم وبينزف دم من الألم. وبيضحك لي جونج وبيقول له يا ريت كده تكون فهمت الفرق اللي بيننا. وبيستمر لي جونج في توجيه الضربات لكيم لدرجة ان سيول بيشفق عليه، وبيقول في نفسه انه غالبا مستيقظ من الرتبة ايه بمهارة تعزيز بدني قوية، وبيمتلك مستوى عالي من الحس القتالي والقوة العقلية لدرجة ان مش مصدق انه مجرد طالب. وفي العادة شخص زي ده مش هيلاقي حد يقدر يكون خصمه اصلا، لكن من حظه السيء ان خصمه المرة دي هو التجسيد الحرفي لكلمة عبقري. وبيكون سيول واثق ان كيم مستحيل ينتصر ضد لي جونج اللي من الرتبة اس، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي ان كيم بدأ يقاتل لي جونج بندية وبيتفادى ضرباته. وبينجح كيم في توجيه لكمة مباشرة للي جونج وبيسقطوا على الارض. وبيتصدم سيول ان لي جونج بيتعرض للضرب وما بيكونش مصدق اللي شايفه. وبيصرخ لي جونج في كيم وما بيكونش قادر يحرك جسده وبيسأله عن اللي عمله. وبيستغرب سيول من حاجة زي دي لانه كان فاكر ان مهارة كيم مهارة تعزيز للجسد فقط. وبيكون كيم سعيد بنجاح خطته وبيقول اخيرا الموضوع اشتغل. وفي الوقت الحالي كيم بيكون حصل على 3 مهارات من مهارة الافتراس، وهم مهارة الجلد الحجري ومهارة الاختباء ومهارة الشلل، لكنه مع ذلك ما استخدمش غير الجلد الحجري من بداية المعركة، وده لان الشلل من الرتبة سي مش هيقدر يخترق مقاومة الرتبة اس بسهولة، والاختفاء هيتم ابطاله بسرعة قدام هجمات نارية واسعة المدى. اما الافتراس فيعتبر هو فرصة كيم الاخيرة وما ينفعش يستخدمه بتهور، وعشان كده كيم قرر يراكم تأثير الشلل عن طريق الهجمات قريبة المدى، وده لان مهارات التأثير زي الشلل بتكون فعالة اكتر من المهارات التانية، وتأثيرها بيكون اكبر لما بيتم اصابة الهدف بشكل مباشر. وبفضل عدد الضربات الكتير اللي وجهها كيم للي جونج قدر يتغلب على مقاومته وراكم عليه تأثير الشلل. وبيروح كيم على لي جونج وبيقول سيول انا مش مصدق انه انتصر في قتال مباشر، لكن مع ذلك فالقتال لسه ما انتهاش. وبيقول لي جونج الكيم انا بعترف اني استهنت بيك والا كان مستحيل حسالة زيك يهزمني، لكن دلوقتي انا هبدأ اقاتل بجدية. وبيطلع لي جونج جوهرة غريبة وبيكسرها. وبيتفاجئ كيم لما بيلاقيه قام مرة تانية وبدأت قوته بالاهتياج اكتر، وبيتشكل اللهب حوالين لي جونج على هيئة وحش عملاق وبيبدأ بالهجوم على كيم. وبيتفادى كيم ضرباته وبيغطي ايده بالصخور وبيهجم عليه، لكن في اللحظة دي بيجمع لي جونج كرة من اللهب وبيطلقها على كيم. وبيحاول كيم يخترقها بقبضته لكنها بتنفجر فيه وبتتكسر صخوره وبيترمى بعيد. وبيقع كيم على الارض قدام لي جونج اللي اتحول لوحش لهب عملاق. وبيتفاجئ سيول ان لي جونج استخدم الشكل الحقيقي لمهارة ايقاظ وقلب اللهب. وبيقول في نفسه في الظروف العادية بيكون صعب استخراج القوة الكاملة للرتبة اس بمستواه الحالي، لكن العنصر اللي استخدمه من شوية ده بيستخدم لمضاعفة المانا، وبيتم تصنيعه عن طريق صقل جوهر الوحوش وبيقدر يضاعف المانا بشكل مؤقت. وباستخدام العنصر ده فالسيد الشاب قدر يطلق القوة الكاملة للرتبة اس بمستواه الحالي، لكن لو استمر الوضع كده فالسيد الشاب هيقتل كيم. وبيصرخ سيول في لي جونج وبيطلب منه يتوقف والا كيم هيموت في ايده. وبيكمل وبيقول له انت كمان مش هتقدر تتحمل الكم ده من الساحر، ولو ما خدتش بالك كويس فممكن المانا تخرج عن السيطرة وتنفجر في جسدك. وبيغضب لي جونج من كلام سيول وبيطلق عليه هجوم، وبينط سيول بسرعة وبيقدر يتفادى الهجوم ده في اخر لحظة. وبيقول له لي جونج انا مش عايز اسمع صوتك واوعى تنسى انك مجرد حارس شخصي، والحسالة ده ذلني وانا مستحيل اسيبه مهما حصل. وبيغضب لي جونج اكتر وبيوجه لكيم هجوم مباشر بيحرق المكان وبيدمر الارضية. وبيفضل لي جونج يضحك وبيقول سيول الظاهر انه فقد
فقد صوابه وخرج عن السيطرة، وبيكون خايف ان كيم يكون مات وما بيكونش عارف هيتصرف ازاي لو ده حصل. وبعد ما بتنتهي الفوضى بتظهر حفرة في الارض وبيجري سيول عليها، وبينادي على كيم وبيقول له لو لسه حي اهرب بسرعة، وبيمدله سيول ايده وبيقول له انا هوقف السيد الشاب مهما كان الثمن. لكن في اللحظة دي بيتفاجئ سيول بلكمة قوية من كيم وبيترمى بعيد، وبيطلع كيم من الحفرة وبيقول هروب ايه اللي عايزني اعمله بعد ما جيت انت والريس بتاعك وبدأتوا بقتالي، وانا بعترف ان الرتبة اس فعلا في مستوى مختلف وعشان كده انا كمان هقاتل بجدية. وبيكون كيم استخدم بعض العقاقير عشان يتعافى من الارهاق ويستعيد المنى بتاعته. وبنروح لجمعية اللاعبين وبيبلغ تاي الرئيس جين بالتقرير اللي عمله، وبيتصدم جين لما بيعرف الارقام اللي حصل عليها لي جونج ولي ميونج، وبيسأل تاي اذا كان متأكد فبيقول له مفيش شك ان الاتنين منقذين من الرتبة اس. وبيتفاجئ باقي اللاعبين الموجودين في الغرفة ان في مستيقظين غير مدربين اقوياء كده، وبتقول واحدة ده معناه انهم بالفعل لاعبين من الرتبة A وده يخليهم في نفس قوة القديسة اليابانية. وبيفرحوا جدا ان اخيرا هيظهر لاعبين بمستوى القديسة في جمعية لاعبي كوريا الجنوبية. وبيقول تاي في نفسه القديسة هي واحدة من اللاعبين اللي بيمثلوا اليابان، وتعتبر وحش قوتها وصلت ل 2500 في اول مرة تم اختبار قوتها في عمر 19 سنة، لكن حتى وحش زيها قوتها ما تجاوزتش ال 2500. امال الولد اللي قوته وصلت ل 5000 هيبقى عامل ازاي؟ وبيكون تاي شاكك ان في حاجة غلط في الموضوع وبيقرر يتأكد بنفسه الاول. وبنرجع لسيول اللي بيكون مصدوم من اللي شايفه قدامه، وده لانه بيلاقي ان كيم قادر على مواجهة وكبح قوة لي جونج بكل سهولة. وبيقول لي جونج اللي بيحصل ده مستحيل، وازاي حسالة زيك قادر يقف قدامي انا منقذ الرتبة اس ووريث تايسان؟ فبيقول له كيم سواء كنت من الرتبة اس او لا فدي حاجة ما تهمنيش، وانت دلوقتي قدام قوة الملك. وبيهجم كيم على لي جونج بمهارة الافتراس، وبيتسبب هجومه في انفجار ضخم بيدمر ملعب السلة بالكامل. وبنلاقي لي جونج مرمى على الارض فقد الوعي وسيول مصاب وجسده بيرتعش. وبيقول كيم في نفسه هو ده المتوقع من شخص قوي زيه فعلا، وانا ما كنتش اتخيل انه يقدر يخرج لي جونج من وسط مهارة الافتراس، لكن عموما ده مش مهم بما ان حصلت على المهارة بالفعل. وبيسأل سيول كيم عن اللي ناوي يعمله، وبيقول له ما تنساش ان لي جونج يبقى وريث تايسان. فبيقول له كيم تصدق انك فاجئتني فعلا، واعتقد ان باين عليا قد ايه انا خايف، وعموما ما تقلقش لاني مش عايز اقتله، لكن في المقابل لازم تعوضوني. وبما ان لي جونج وريث مجموعة تايسان فاعتقد ان المبلغ ما ينفعش يقل عن المليار. وخارج المبنى بيكون الطلاب مصدومين وبيتساءلوا عن اللي بيحصل، وبيقول واحد فيهم من المنظر ده فيبدو ان وحش هجم على المكان، لكن لي ميونج بتكون واثقة من خلال شعورها بالمعنى ان دي قوة لي جونج، وبتكون خايفة انه يكون تقاتل مع كيم وبتتخيل المعركة بينهم. وبتطلب المعلمة من الطلاب يفضلوا بعيد، لكن لي ميونج بتندفع لملعب السلة بسرعة، وبتتمنى انها تكون غلطانة وكيم يطلع كويس. وبتتفاجئ لي ميونج لما بتدخل وبتلاقي لي جونج على الارض وكيم واقف جنبه، وبيقول لها كيم انت جيت في وقتك، وبيطلب منها تاخد لي جونج للمستشفى. وبتكون لي ميونج مش مصدقة اللي شايفاه وبتسأل كيم عن اللي حصل، فبيقول لها مش عارف والله انا جيت لقيته كده وممكن يكون وقع من على السلم ولا حاجة، عموما انا ما اعرفش اللي حصل بالظبط فاتصرفي انتي وما تعرفيش حد انك شفتيني هنا. وبتطلب منه لي ميونج يستنى ويعرفها اللي حصل، لكنها بتتفاجئ لما بتلتفت وبتلاقيه اختفى. وبيغادر كيم المنطقة عن طريق مهارة الاختفاء، وبيقول كده لي ميونج هتتصرف واكيد مجموعة تايسان هيقدروا يغطوا على الموضوع. وبيفتح كيم نافذة الحالة الخاصة بيه وبيتفاجئ لما بيلاقي سمة جديدة ظهرت، والسمة دي هي الجاذبية. وبيستغرب كيم لان دي هي القدرة على جذب الانظار اللي بتكون عند المشاهير فقط، وما بيكونش فاهم سبب ظهور السمة دي تحديدا بعد افتراس مهارة لي جونج. وبيتفاجئ كيم اكتر لما بيلاقي المهارة اللي حصل عليها من لي جونج مش مهارة قلب اللهب، لكنها مهارة قلب العاهل واللي بترفع قدرات اعضاء الفريق. وبيقول كيم انا مش مصدق ان الوغد لي جونج كان بيمتلك مهارة زي دي، وبيبتسم وبيقول انها افضل بكتير من مهارة قلب اللهب، وده لان المهارات اللي بتأثر على اعضاء الفريق بالكامل تعتبر مهارات نادرة جدا، وبالنسبة لواحد زيي بيستخدم مهارات كتير فمهارة قلب العاهل افضل بكتير. وبيكون كيم فرحان جدا، لكن في اللحظة دي بيقف قدامه عدد من العربيات، وبيتفاجئ كيم لما بيلاقي قدامه تاي ومجموعة من جمعية اللاعبين. وبيقول تاي لكيم انا عايز اعرف ايه اللي انت عملته في ملعب السلة من شوية. وبنروح لسيول اللي بيبلغ جونج سو والد لي جونج باللي حصل، وبيغضب جونج سو جدا وبيقول يعني مش كفايه انه دخل ابني الوحيد المستشفى، لكنه كمان عايزنا ندفع له مليار ون كتعويض وكتم على الخبر. وبيكون سيول خايف جدا من جونج سو وبيعتذر وبيقول له انا مش عارف اقول لك ايه، لكنه بيتفاجئ من رد جونج سو اللي بيقول له اعمل له اللي هو عايزه، والظاهر انه ولد جريء ودي حاجه ممتعه بالنسبه لي، لكن على قد ما بندفع لازم نحصل على مكافاه في المقابل برضه. وبيستدعي جونج سو 2 من رجالته وبيتصدم
بيتصدم سيول لما بيشوفهم، وبيصرخ في جونج سو وبيقول له لكن خصمك مجرد طفل وده هيكون مبالغ فيه جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا ترى جونج سو هيعمل ايه مع كيم وايه اللي هيحصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي، فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك. والسلام.